السلام عليكم الأخوات والأخواتات، مساء الخير عليكم جميعا. معكم مرة أخرى القناة الرسمية ستيمو شمس أوفيسيال. تحياتي جميع الحضور الكريم، الإخوان والأخوات. السلام عليكم إخواني أخواتي، mes frères, mes sœurs, c'est Stimo Shams du retour. Clac, clic, clac, chargeur automatique. Appuyez sur la gâchette visilicaire. فتيها القلوب الرحيمة وديما برا صلصة الرحيمة. Aujourd'hui on est le 14 septembre 2024 ici c'est Paris. الخوت والخواتات فيديو درتو بعجاله الخوت والخواتات، بلا زوق بلا نفاق، صوت وصوره بكل عفويه الخوت والخواتات، بدون تحضير ولا اي حاجه، لان هذه المساله هذه كتخص البلد ديالنا الخوت والخواتات، وكتخص السياده المغربيه، وكتخص جميع المواطنين المغاربه والمواطنات كذلك المغربيه. تحياتي لكم جميع المغاربه الاحرار اينما كانوا. اولا بغيت نهضر على هذه المجرمات اللي هما وجهين لعمله واحده. اولا بعجاله على بدعدع الراقصه الملقبه بمادونا الخوت واخواتات. شفتوا مؤخرا بعد الفيديو المشؤوم اللي كانت خرجت طاولت على اعراض جلاله الملك محمد السادس نصره الله وحفظه، مؤخرا كذلك خرجت وحقت في العمله المغربيه الخوت والخواتات امام الملأ، صوت وصوره كتحرق في العمله المغربيه وفيها صوره ديال جلاله الملك، وحاولت اهانه العمله المغربيه اللي هي من المقدسات ورموز البلاد، وكذلك اهانه جلاله الملك واللي بزاف عليها وعلى امثالها. الله يحفظ سيدنا الخوت والخواتات. ولكن حنا كمواطنين مغاربه اينما كنا الخوت والخواتات جنود مجندون وراء جلاله الملك محمد السادس نصره الله، وفي نصره المملكه المغربيه والوحده الترابيه والصحراء المغربيه. كانت مغربيه وما زالت مغربيه وستظل مغربيه الخوت والخواتات. حاولنا اتصال بالصحافه في المغرب الخوت والخواتات، وحاولنا نوصلوا الخبز كما كيقولوا بالدارجه المغربيه الفران، باش داك الفيديو يوصل للجهات المسؤوله باش يتم اعتقال وتحقيق مع بدعدع الخوت والخواتات. وكذلك ان شاء الله هذا الاسبوع القادم عندي اتصال مع صحفي بمدينه الرباط الخوت والخواتات، معروف بالرزانه كذلك والشفافيه والوضوح فيما يخص موضوع بدعدع الخوت والخواتات، وان شاء الله يكون خير. حنا ما غاديش نتنازلوا، غادي نبقاو مستمرين مناضلين من اجل الخوت والخواتات قول كلمه حق في بلدنا العزيز ونصره ملكنا الحبيب. تحياتي لكم جميعا. هذا فيما يخص بدعدع المتسخه المجرمه الخوت والخواتات. غادي نجي لهيام السطرطر اللي كتعرفوها تقريبا 4 سنوات هذه عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حوايج تهز في النفس الخوت والخواتات، يحز اش كيقولوا عليها، يحز في النفس، داكشي اللي كيقولوا عليها الخوت والخواتات. المهم ما بغيش نتعصب، حنا واثقين من السياده المغربيه، واثقين من السلطات، وحنا المغاربه بلد كبير، امبراطوريه، مملكه مغربيه شريف ذو تاريخ عريق جذور. الخوت والخواتات عندنا تاريخ عده قرون. الخوت والخواتات ماشي حديثه النشأة. المملكه المغربيه عندها جذور لا يمكن زعزعتها من ايا كان، لا من بزعزع ولا من هيام سطرطر ولا من اي واحد خائن او عدو الوطن او انفصالي. ما يمكنش يمس بالبلد ديالنا، لان بلد ديالنا بلد الامن والامان. ولكن الخوت والخواتات حنا كقنوات عبر مواقع التواصل الاجتماعي سي تو تافي نورمال الخوت والخواتات باش نديرو تنديد واستنكار، ونحاولوا نوصلوا الكلمه ديالنا ونعلنوا على المواقف ديالنا في هذه اللحظات الخوت والخواتات. هذا لا يعني بأن بلدنا في خطر، لا ثم لا. احنا عارفين بأن بلدنا في أمان وفي أيدي آمنة، ولكن هذا الشيء غير مقبول. لأن اليوم الخوت والخواتات بديت كنتجول في مواقع التواصل الاجتماعي ويبان لي هذاك بالخنزير بالقزيز ولا ما عرفتو، هذاك خائن للوطن حط الفيديو ديال هيام السطرطر البارح ويستهزئ بالمغرب ويستهزئ بالملك. بزاف عليه استهزاء بجلاله الملك وبالمغاربه، ولكن الخوت والخواتات بلغ السيل الزوبه. الخوت والخواتات بلغ السيل الزوبه. هادشي غير مقبول. انا هادشي واخا كنتنيرفو داكشي كامل، ولكن بزاف مصيبه هذا الخوت والخواتات، والله الا مصيبه. بنادم عايش في المغرب كياكل من خيرات المغرب، كينعس في الديار في المغرب، في لي زوطيل في المغرب، يتجول بكل حريه
وفي بلد ديمقراطي وبزاف ديال الحوايج ونايض ما يكون عندها شي مشكل صغير، لا ما خلصش الماء ولا ديال الكرا ولا ديال اي حاجه ولا مع الزوج ديالها. اش من الزوج هذاك اللي مهم ماذا هي، ما هو زوج، ما هي زوجه، ما هي ام صالحه. يجيبوا المشاكل العائليه ديالهم بحال هما عاله على المغرب، بحال حنا اللي قلنا لها ولدي 3 الدراري وحملي بالرابع، بحال حنا اللي زوجناهم، بحال حنا يدبروا راسهم. وتجي حنا تعاود لينا الطفوله ديالها والكوارث اللي دازت منها والادمان ديالها. تكون عندك اضطرابات نفسيه ولا تكوني مدمنه ولا تكوني اللي بغيتي تكوني. احترمي البلاد، احترمي البلاد ديال المتسخه المجرمه. انتم مجرمات. حاولتوا تشوهوا بالصوره ديال المغرب من اجل البوز، من اجل القناه، من اجل الدريهيمات. بعتوا شرفكم، بعتوا بلادكم، بعتوا الكرامه ديالكم. لا كرامه لا انسانيه لا امهات لا ما عرفتش انا. هذا البشر هذا منين خرج؟ شنو بغيتو؟ اش بغيتو يديروا لكم الملك فيه شنو؟ باش غادي راه المغرب فيه ازيد من 40 مليون نسمه. كاين ناس فقراء عايشين وخدامين وكلشي. كاين ناس اي بلد فيها مشاكل اقتصاديه، فيها مشاكل السكن، فيها مشاكل البطاله، فيها كلشي مشاكل، ولكن الناس عايشه والخدمه غاديه. هذيك انتم بغيتوها بارده، بغيتو كلشي يجي لكم حتى للدار وهادشي كامل. هادشي الخوت واخواتات غير مقبول. يجب التدخل الفوري والسريع. جمعيات تحركوا واحد شويه، عافاكم، ديروا خدمتكم ولو مره واحده مع هاد المجرمات. كذلك المؤسسات، الحقوقيين، الصحافه المغربيه. خرجوا دابا، نددوا استنكر، وصلوا الخبز للفران. فينكم؟ فينكم؟ واش حنا دابا نبقاو في بلاد المهجر نتعصبوا هنايا ويبقى راه شي بزاف وحشومه والله الا حشومه. دابا حنا مضاربين مع اعداء الوطن من الخارج، النظام الخرائري، الخوت والخواتات القبرانات اللي كيهاجموا بالذباب الالكتروني وكيحاولوا ما امكن الاساءه للمغرب. كنردوا عليهم كوت كوت. ودابا نايضين لنا من الداخل اعداء من الداخل. شوف، الكل مراقب، الكل سيحاسب. من تعدى حدود الله فقد ظلم نفسه. اللي دار الذنب يستاهل العقوبه. اطفال مضطهدون من طرف هذا وهي مسترطر. اطفال قاصرين. بيبي عنده 6 شهور تقريبا، بنت عندها 6 سنوات، ولد عنده 9 سنين. يعانون في اللايفات، تشويه الصوره ديال الاطفال القاصرين. والله الا هادشي انا والله العظيم الا كيبقى فيه الحال على دوك الاطفال البراءه كنشوفها في اللايفات تعاني وما قدينا نديرو والو. ما قدنا نديرو والو، ما عندناش الصلاحيات باش ندخلوا حنايا. لا اباء ما بغاوش يتحركوا، جمعيات ما بغاوش يتحركوا، كلشي ساكت، كلشي ضرب الطم. ما عرفت انا والله ما بقيت فاهم والو. واش كتسناو من جلاله الملك محمد السادس يتدخل في هاد المتاهات وفي هاد التفاهه؟ ما يدخلش في هادشي، ماشي خدمته، عنده مسؤوليه كبيره. الله ينصر ويحفظه. شنو المؤسسات الكبيره الامنيه حتى هما المهم فينكم نتوما اللي مع الطبقه الشعبيه، الجمعيات واللي عايشين مع الطبقه، انتوما اللي خصكم تخرجوا وبينوا بان المغرب بلد عريق. بينوا لنا وراه شي بزاف مصيبه هادي والله العظيم. الا يعجز اللسان عن التعبير. بحال كتشوف شي حاجه، كتشوف شي اعتداء امامك وما قديتي دير والو، ما عندكش الجهل. وبحال هكا واش حنا دابا هاد السطرطر وهاد بدع هاد المجرمات هاد المتسخات غادي يغلبوا علينا حنا؟ غيغلبوا على المغرب؟ راه برجالته بالنساء. وتحيه المراه المغربيه الشريفه العفيفه المحترمه. وشوهونا هادو حتى بالمراه المغربيه. كيديروا على قلنا ما فيها والو، كيسبوا قلنا ما فيها والو، يضربوا في الاعراض قلنا ما فيها والو. ولكن دابا مشاو كيمسوا بالسياده المغربيه. لا ثم لا، حتى لهادي ما نقبلوها، ما غاديش نقبلوها. ولا هذا فيديو قصير اخوتي وخواتي، ما بغيتش ندير لايفات، ما عنديش حتى الوقت. حتى الفيديو درتو بعجاله وبكل عفويه، ما مستعد، ما حط ورقه قدامي، ما حتى شي حاجه. هادشي راه باين وواضح، راه شي عارفينو. ماش غنبقاو نعاودو؟ اذا ظهر المعنى لا فائده في التكرار. واش غنبقى نعاودو كل نهار نقولو اواه يا مبتدع هادي متسخه هادي؟ شنو بغيتو؟ وخصهم يخلصوا الحبس مديور للمجرمين، السبيطار مديور الناس المرضى. اللي مريض يمشي يتعالج،
اللي مجرم يمشي يتعاقب. حنا ولاد القانون هادشي اللي كنعرفو. ايوا راه بزاف نبقاو نغوتو هنايا، الغوات راه ما يجيب والو. ولهذا حنا قانونيين ديمقراطيين، وفي بلد ديمقراطي اللي هو المغرب كنطالبوا بطرق ديمقراطيه. وتحياتي للاجهزه الامنيه اينما كانوا المغربيه، وتحياتي للقضاء المغربي. حنا ماشي كنمدحو هنايا، ولكن كنرفع عليهم القبعه. العالم كامل كيعترف بالخبره الامنيه والمجهودات الامنيه المغربيه. ولكن والله العظيم انا كنت نيرفا والله العظيم مصيبه. ونبقاو نديرو فيهم هضره مغوبشه ولا نتعصبوا ولا حتى شي حاجه، راه ما يزيد ما ينقص. ولا نديرو فيديوهات ولا في اللايفات ولا شي حاجه. بغينا الفعل، بغينا ديزاكت. حنا راه بقينا دابا غير في لي باغول، بقينا غير في لي باغول. وهادو هي مرة تعدات الخطوط الحمراء. خصها قرصة اذن.